بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أبي وأمي واغفر لهما وارحم سائر موتى المسلمين واغفر لهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم طليت عليكم بوصفة رشتة عاصمية اللي كنت حضرت لكم العجينة تاعها من قبل، واليوم نعطيها لكم يعني بالتفصيل الممل. المرق كيفاش يجيكم خاثر في اللون الأبيض. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو من الأول للأخير، أكيد راح تستفادوا وتجربوها وتنجح معاكم 100% وتجيكم بنينه بنينه عسل ومزربعه على حبه. نروح نفوتوا للمقادير وطريقه التحضير. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. جيتكم اليوم بطبق تقليدي جزائري محبوب بزاف واللي هو رشتة على الطريقة العاصمية. مرقة بيضاء تجي من أروع ما يكون، بنينة بنينة بزاف البنات. نتمنى منكم ديروا لي جيم للفيديو وبارتاج باش يلحق الأكبر عدد من الناس، ونبدأ مباشرة في وصفتنا. بسم الله. بنا راهي بنينه 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 عسل. ان شاء الله تروحوا تجربوها بطريقتي وترجعوا في التعليقات وتقولوا لي جاتنا رشته من اروع ما يكون. اللفت الثاني هاني قصيته على زوج. نتوما من الاحسن خيروا اللفت كي يكون حبات مدورين باش تجيكم في التزيين مليح. واش حكمت لنا؟ حكمت طابع هكذا شكل ورده ولا نجمه، غطسته في لاصوص ومن بعد في هذيك القرفه وزينت به اللفت. والتزيين يبقى اختياري، انا نعطيكم هكا افكار جديده وانتوما كل وحده تبدع في تقديم الوصفه نتاعها. وهذا هو الفلفل تاعنا، حطيناه بالطريقه هذه. الحمص من الفوق. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ان شاء الله نكون يعني فتكم الوصفه تاع نهار اليوم، خاصه المبتدئات ولا اللي عروس جديده راح تطيبها يعني لدار شيخه. ما عليك غير بهذه الوصفه انا عطيتها لك يعني بالتفصيل الممل، المقادير مضبوطه. كانت هذه هي الوصفة تاعنا لنهار اليوم، كانت هذه هي وصفتنا اللي هي رشتة عاصمية 100%. ان شاء الله بنات العاصمة ان شاء الله يدخلوا ويخليوا لنا تعليقاتهم. شوفوا الله يبارك كيفاش تجي مزربعة. شهيتكم في الجنة غالياتي، دمتم أوفياء ومع السلامة في فيديو قادم بحول الرحمن. حاجة تذوب هذيك الزبدة ويذوب معنا الملح، نخلطوها مليح. لازم تكون هنايا يعني مشربة مليح بالماء والمرق. بهذه الطريقة نخلطها مليح، ومن بعد ضروري نزيد نخليها حتى تنشف البنات. بعد ما نشفت معايا وشربت معايا كامل هذاك الماء كما تشوفوا،
هاي البنات كيفاش ولات خفيفه ولات رطبه روعه روعه. في هذه المرحله راح نزيد نحطها في الكسكاس وراح نديها تفور الفره الاخيره واللي هي الفره الثالثه. ومن بعد ان نحيها هنا خلاص الرشته تاعي راهي طابت. شوفوا البنات نفتحها غير بهذه الاداه هكذا باش ما نزيدش ندقدقها فوق ما هي مدقدقه، ونزيد لها قطعه تاع زبده خلاف. فننصحكم البنات كي تشريو الرشته تشريوها من عند مكان موثوق، من عند سيده ولا تخدم المعجنات التقليديه، هكا تشريوها رطبه وتشريوها جديده باش ما تقصش معاكم يعني وتدقدق معاكم. بعد ما دهنتها البنات بالزبده هذيك نزيد نرشها بشويه تاع المرق بهذه الطريقه، ويعني راح مباشره نسربيها في الصحونه. يعني بعد ما نسقيها بالمرق خليها تزيد تشرب شويه برك ونسربيها عادي في الصحونه ونزينوها. كون زينتها طبعا بالخضره والحمص الدجاج اللي كنا طيبناه في المرق بهذه الطريقه. اللفت كنت رشيت عليها شويه تاع القرفه لانه يعني رشته النسمه تاعها في القرفه. كاين حتى في المرحله الاخيره يرشوها بشويه تاع الماء زهر، ويقعد هنا اختياري اللي يحب يضيف واللي يحب ما يضيفوش. كان هذا طبقنا نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوليش الجيم. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.